في 5 أنواع من الناس ما ينفعش يدخلوا حياتك، ولو بالفعل موجودين في حياتك حاول على قد ما تقدر تخرّجهم. النوع اللي دايمًا يقلل منك في الهزار، دايمًا يحط وسط هزاره كده كلمة تجرحك، الحقيقة إن ده مش بيهزر، هو بيحاول كده يختبر حدودك. النوع التاني اللي دايمًا وقت الجد ما تلاقيهوش جنبك، اللي بيختفي وقت الجد ويظهر على مزاجه، الحقيقة إن ده مش شخص مشغول عنك بحاجة، الحقيقة إن ده شخص أنت مش مهم بالنسبة له أصلًا. النوع التالت اللي دايمًا حاسس إنه ضحية في أي مشكلة ما بينكم، النوع ده للأسف دايمًا هتلاقيه بيحمّلك ذنوبك وذنوبه. النوع الرابع بقى اللي دايمًا يتصيد لك، بيحاول يسمع منك على قد ما يقدر عشان يرد عليك مش علشان يفهمك وتقدروا توصلوا لنقطة. الحقيقة إن النوع ده عمرك في حياتك ما هتعرف تاخد منه لا حق ولا باطل، هيدخّلك في دوائر نقاش لا نهائية وفي الآخر مش هتعرف تغلبه. أمّا النوع الخامس بقى اللي دايمًا يقلل منك، مش لازم يقلل منك في هزار أو بكلام واضح، بس ممكن يقلل منك بنظرة أو بإيماءة. الحقيقة الناس اللي طاقتها سامة دي دايمًا بتبقى واضحة وبقى ليها أثر حتى جسدي عليك، تلاقي نفسك همدان وزهقان من القعدة معاهم. حاولوا تخرّجوا من حياتكم الناس السلبية، لإن الوقت أصلًا بقى فيه من معكرات الصفو كتير. والحقيقة برضه اللي لازم تاخد بالك منها إن أثر الناس دي ممتد، مش بس الوقت اللي إحنا بنقعد معاهم فيه هو اللي بنتأثّر، لكن الحقيقة إنه بيأثّر علينا بشكل كبير وعلى صحتنا وعلى أعصابنا على المدى الطويل. خرّجوا الناس اللي ما لهمش لازمة من حياتكم على قد ما تقدروا. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغيّر اللي بعدها. سلام عليكم.